خروج اللاعبين ايضا هناك لاعب مصاب، بس لو نعرف سلمان مؤشر. ابو عبد الله طمنا على كابتن سلمان. شد بس شد عضلي. شد عضلي بس. ايش اللي صار بالنهايه ابو عبد الله الشوط الثاني؟ والله انا حكيت لك يعني هذا كاميراتنا يعني طبعا مهما نتكلم ان احنا عندنا لما تسجل فينا هدف اول 9 دقائق كان صعب، لكن اعتقد ان احنا ما نفذنا ولا جزء من الكلام اللي قاله المدرب بين الشوطين. اللعب تقريبا اجتهادات فرديه، حتى اخطاء باص كثيره في وسط الملعب. يعني اعتقد انها كانت نتيجه عادله. الشوط الاول احنا سجلنا هدفين، الشوط الثاني هم سجلوا هدفين. اللي كنت متخوف منه صار ابو عبد الله؟ اي طبعا، لكن الحمد لله عدى. مو على الاقل ان احنا ممكن كانوا يسجلون الشوط الثاني هدف ثالث، يعني هذا لا سمح الله، لكن النتيجه زينه بالنسبه لنا، لان اعتقد النصر بالتعادل هذا خرج من المنافسه، لان باقي له تبقى له مباراه واحده. الشباب فاز الحين على الوطن 2-1. اي يعني اصبح اعتقد المعادله هلال والشباب، من يفوز في المباراه الجايه هو اللي يتاهل. يعطيك العافيه. شكرا. نشكر